للدفاع عن الوحدة وحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية للتنديد بانحياز المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس، وطالبت بتنحيته من مهامه. الحافظ القادري ورشيد العتابي. في ساحة التاسع من لوز بوجدة تعالت أصوات المشاركين والمشاركات في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية السلام للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان، تنديدا بالموقف المتحيز والعادل للمبعوث الشخصي للأمين الأممي إلى الصحراء المغربية كريستوفر روس، وتأييدا لقرار المغرب سحب ثقته من المبعوث الأممي. قمنا في هذه الوقفة من أجل تنديد موقف كريستوفر روس على الذي صدر مؤخرا، وهو موقف سلبي لا حيادي. حنا كنقولوا بان حنا كنا مغاربه وكنا غيرون على هذا الوطن، والشعار ديالنا دابا شعار المغاربه كاملين بان الله الوطن الملك ما غاديش يتغير. الوقفة جدد من خلالها المشاركون تأييدهم لمبادرة الحكم الذاتي كحل عادل ونهائي للنزاع المفتعل. ونحن كمتطوعين نقول لهم ما زلنا هنا ولا زلنا صامدين